المرأة إنسانة أستاذ علاء، تريد من يؤنسها، من يلاطفها، من يثني على جمالها أحيانا، من يثني على إدارة بيتها، من يثني على طبخها. من لها غير زوجها؟ هل لها غير زوجها يقدر وضعها؟ أيام يذهب قبل شروق الشمس، يأتي الساعة 12 على الطعام والنوم. هذا إنسان لا بيحاكيها كلمة، لا بيسأل عن صحتها، لا عن أولادها، لا بيسمع لها. أحيانا النبي سمع للسيدة عائشة قصة طويلة كتير عن أبي زرع وأم زرع، وهي حكت عن شجاعته وعن بطولته وعن كرمه، لكنها تأسفت في النهاية، قالت إنه طلقها، قال أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. الله فهم المقصود. يعني هي الزوجة تركها أنت 8 ساعات وحدها في البيت، ترتبت، نظفت، طبخت، غسلت، اعتنت بأولادها، الآن تنتظر زوجها. إلى حاجة عند الزوج أستاذ علاء، إلى حاجة نعم. عاطفية. نعم. اترك العلاقة الجنسية. نعم، الحاجة العاطفية هي أهم. هي بحاجة مين يقدرها. الله يعطيك العافية، الله يخلي لي إياكي، أنا بلاكي ما بسوى شيء. لك شو بتكلفك الكلمات؟ صحيح. بتلاقي ملأت قلبها سعادة ولو ربع ساعة. أنا عندي قاعدة: إن لم تصغي إلى زوجتك بالحد الأدنى 20 دقيقة كل يوم، في مشكلة بإنشاء. نعم. ولا كلمة بحاكيها على الجرايد، على الأخبار، على العشاء، على النوم. شو دابة هو. مشكلة كبيرة. يعني من هنا تأتي خواصر الضعف. يعني أحيانا أنت بالمكتب اتصل فيها الساعة 10، كيفك؟ بخير إن شاء الله، لازمك شيء؟ شو بيسمع على الهاتف؟ اتصال. يعني هو الإنسان الحياة كلها ذكاء. يا إنسان يا بيعيش بذكائه يا بإيمانه، أو بذكائه وإيمانه في آن ما. يعني أيام سافرت، أنت بيجي مثلا الساعة 10، طيب صار الساعة 11، خبرها اللي أنا متأخر شوي في سبب قاهر، بتطمنها، إنساني عم تستناك. صحيح. فهو الاتصال ولو هاتفيا. أيام بالسافر خبرها مرتين 3، أيام ولا هاتف، طيب خبرها مرة، كيفك؟ لازمك شيء؟ كيف الأولاد؟ بخير. يعني عندما لا تجد لهذه الساحة العاطفية من زوجها ما يسقيها، سوف تبحث عن من يسقيها. والله اليوم اتصال هاتفي أنه بحياته ما حكاها كلمة لطيفة، راحت عند الطبيب حكاها كلمة لطيفة، تعلقت فيه، لك سبب تعلقها بالطبيب أنه حكاها كلمة لطيفة. طيب هي لازم تسمعها من زوجها الكلمة هي. كلام سليم. أنا شوف أستاذ علاء، أنا عملي بالدعوة، أنا وتنبه إلى مسائل، بتلقى مئات الاتصالات، واضع يدي على المشكلة. يعني زوج لا بيحكي ولا بينطق بكلمة طيبة ولا بيبتسم، وكل قسوته وتجهمه لزوجته وكل نعومته لأصدقائه أو لأهله، هذا زوج لن ينجح في علاقته مع زوجته. أنا عندي قصص والله تبكي الحجر، والله يندى لها الجبين. إهمال. زوجة صالحة مستقيمة مؤمنة طاهرة عم تخدمك، ما لا منك نصيب إلا كلمة طيبة، كلمة ثناء، كلمة محبة، تعبر عن محبتك إلها. في مشكلة كبيرة. الحقيقة الزواج فن، والذي يسعد بزوجته، أنا أقول الزواج الحب بيدك أن تصنعه صناعة. هنالك مجموعة من الرجال يقولون أنه يعني الرجل لا يفصح عن مشاعره، وإن أفصح عن مشاعره يعني رخى الحبل لزوجته، هكذا أسمع، وبالتالي أنها يعني تصبح تتدلل عليه كثيرا. جوابها أستاذ علاء، نعم. كتير سهل تكون قاسي، كتير سهل، مبدأ بطولة، وكتير سهل تكون سهل مسيب الأمور. البطولة أن تقع في حيرة، تحبك إلى درجة مذهلة وتخشاك إلى درجة مذهلة، أن تمسك العصا من نصفها. يعني هو دائما خلينا نوضح التخشاك، يعني سهل. أن تحترمك. نعم. لا تكن لينا فتعصر. نعم. أو قاسيا فتكسر. إن أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع. فأنت حينما تجاوزت حدها سكتت، أعرضت عنها إلى حين، أدبت أنت من دون سباب، من دون رفع صوت. حينما تجاوزت حدها سكتت، سكوتك موقف، انتبهت، رسالة. وحينما تجاوزت أنت حدك معها، همدت، ما عاد حكت، كمان رسالة.
أنا ممكن أبعث رسالة وأتلقى رسالة من دون كلام. صحيح. فلما هي بتتجاوز حدها سكتت، معناه أنت إلك مكانتك وفي خطوط حمراء بحياتك. ولما هي كمان تتجاوز حدها أو تتجاوز حدها معك، كمان لها خطوط حمراء هي. تماما. فأنا لما بشوف في مودة بقابل المودة بمودة، لقيت في تجاوز بعمل طريقة معينة إنه أبلغ رسالة. جميل. يعني دائما التساهل سهل والقسوة سهلة، بينهما يحتاج إلى جهد كبير، ودائما الفضيلة وسط بين طرفين. جميل. إذن الغياب الطويل سبب أساسي كبير في الشقاق الزوجي، وقد ينتهي إلى خيانة أحيانا، إذا ما في روادع دينية، ما في قيم أخلاقية، إذا في تربية غير عميقة. هي بحاجة، هو في تفلت شديد وغايب عن البيت ليل نهار، بيكون هو